like, subscribe. اهلا وسهلا بكل الناس المتابعين وكل الناس المشاهدين بفيديو جديد وكرويات كروي. ومعكم امجد واحداث الساحه الرياضيه واحداث الكره المصريه واخر اخبار صفقات الاهلي والزمالك. وهل الزمالك متاخر في الصفقات؟ سبب التاخر في الصفقات صفقات الاهلي اللي تمت واللي تعثرت وراحلين وكده، كل الاحداث الحاليه في الكره المصريه. معكم امجد كرويات كروي. لايك سبسكرايب لو سمحت، لايك سبسكرايب. طب هنبدا اول حاجه بسر تعثر الصفقات في الزمالك. معلش، هو في ملفات مجلس الزمالك نجح فيها وفي ملفات لم يوفق. حل مشاكل كتيره وفك القيد اكتر من مره، دفع مستحقات لعيبه، عليه ديون كتيره. الدنيا صعبه، في ازمات، بس في حياه، في بطء في اجراء الصفقات، بطء في اتخاذ القرارات، في تخبط اداري. يعني ممكن نقول في عشوائيه اكتر من صفقه طارت من الزمالك. شالي لولي لاعب اللي هو جنوب افريقي انتقل لاحد الانديه. عبد الرحمن مجدي كمثال اسماعيلي كان الزمالك عايز يجيبه برضه، هو خلاص يعتبر بينتقل الى بيراميدز. كمان محمود صابر في جيل عرض اعاره احد انديه الدوري، خلاص هينتقل. المشكله الثانيه في بطء في اتخاذ القرارات. بنسمع عن صفقات كتيره وبيطلع ما فيش اي حاجه، فانت ما فيش غير صفقه جبتها، معكش غير 10 ايام او كده، ومعاك بطوله السوبر وافريقيا وموسم جديد. ويعني الزمالك محتاج لجنه كوره زي ما قلنا قبل كده، ومحتاج دعم من الزمالك، محتاج استقرار، والجماهير كلها بتدعم عبد الواحد السيد. عبد الواحد السيد من الناس الشخصيات القويه في نادي الزمالك، مدير كرة قوي، رئيس زملكاوي بيتكلم بلسان الجمهور. يعني في حب متبادل بين اللعيبه، وفي نفس الوقت في احترام من الشخصيات القويه في نادي الزمالك. فالجمهور بيدعم عبد الواحد السيد، وان شاء الله يبقى للحفاظ على استقرار الزمالك بالنسبه لعبد الواحد السيد. طب فكده سبب تعثر الصفقات زي ما قلنا البطء، التخبط. ممكن الصفقه يبقى الزمالك ماشي فيها، مسؤول تاني بيفاوض صفقه تانيه، بيعطلوا بعض، بتتدخل ناس من بره، كل ده. فهو لو في لجنه كوره وفي لجنه تعاقدات المشكله دي تتحل والصفقات يتم انجازها برغم من الازمه الماليه. ممكن الزمالك يعمل دفعات تقسيط ويتم انجاز الصفقات ويعمل مقدم تعاقد. ونتمنى يعني رجال الاعمال في الزمالك زي ما في رجال اعمال في الانديه الثانيه بتساهم، ان هم يساهموا حتى لو بقرض حسن، حتى لو يعملوا قروض وبياخدوها من النادي بعدين. يعني المفروض ده يكون دورهم، انتوا رجال اعمال موجودين في الزمالك تساعدوه زي ما في انديه ثانيه رجال الاعمال بتاعتها بتساعد. فده يعني ده واجب عليهم المفروض يقوموا به، خاصه الزمالك في ازمه ماليه طاحنه، ازمه ماليه صعبه جدا جدا، في تاخر بطء في الصفقات، لكن في ازمه ماليه في نفس الوقت. فيعني نتمنى الاسراع والزمالك يجيب كم صفقه كده ويكون عدد الصفقات كافي، لان موضوع زيزو هيأثر على عدد الصفقات في نادي الزمالك. طب الموضوع الثاني، بيراميدز يزاحم الزمالك. احنا قلنا هو موضوع بن شرقي خلاص انتهى. هو يعني ريان القطري اما هيروح نادي ثاني في قطر او السعوديه، غالبا قطر. يعني هو خلاص مش موجود في الزمالك. فالزمالك دخل في موضوع صديق إيجولا لاعب سيراميكا، كان عارض 30 مليون، ناصر منسي ونيمار. يعني ممكن واحد اعاره وواحد بيع نهائي. المهم دخل بيراميدز في الصفقه. بيراميدز عارض فخري لاكاي ويوسف اسامه نبيه ولاعب ثالث، وعارض 30 مليون يمكن يزود المبلغ. فكده بيراميدز اقرب للاعب. فصفقات الزمالك دايما بيتم خطفها من الانديه الاخرى نظرا لسببين: الازمه الماليه، والسبب الثاني البطء. ممكن مثلا انت يعني احد الاعمال يعمل لك قرض حسن، او انت تعمل قرض تلحق نفسك تنمي موارد، يبقى عندك استعداد للصفقات، تدفع مقدم تعاقد وتعمل جدولة للباقي. فالمفروض المجلس ينجز، ان الزمالك عايز اكتر من 6 لعيبه او 7 لعيبه زي ما حضراتكم عارفين. فكده بيراميدز بيزاحم الزمالك، وكده الصفقه اعتبر صديق إيجولا اعتبره 80% يقترب من بيراميدز. فكده الصفقه اللي انت بتجيبه بديل بن شرقي كده انت خسرته بسبب قله الموارد والبطء ودخول فريق منافس. حل ازمه نجم الزمالك السيف الجزيري، خلاص اتفق معاه. كان الاول الاتفاق هيدوا له جزء صغير من المستحقات المتاخره،
تم التوصل الى اتفاق ان هو اللاعب ياخذ جزء كبير من المبلغ اللي هو ليه، يعني ياخذ زي 60% من مستحقاته من نادي الزمالك. سيف الجزيري يعود في بعد فترة التوقف، هيعود قريبا الى الزمالك. عفوا، جوميز اين تدعيم الفريق؟ جوميز مش طالب غير مركزين بس، حاجة غريبة جدا. يمكن ناس كتيرة لاحظت ان الزمالك دفاعيا محتاج 2 لعيبه، الكلام ده قلناه كتير وقالت نقاد ولاعيبه كره سابقين والناس كلها شايفه كده، وبرغم من كده تجاهل المنطقه الدفاعيه وطالب بعد ما كان طالب 2 مساكين، 2 في خط الوسط، رفض خالص لما عرف ان زياد كمال باقي. قال انا عايز جناح ولاعب، انت على الاقل جناح ومهاجم، على الاقل عايز 2 مهاجمين و2 اجنحه على 4 وواحد ديفندر، وممكن ديفندر ما تجيبش، ممكن عندك زياد ودونجا وممكن محمد شحاته، ماشي. المساكين ده حاجه اساسيه، وحارس مرمى. ما عندكش دفاع، انت كزمالك ما عندكش دفاع. الونش راجع من اصابه رباط صليبي مرتين، والونش وحده لا يكفي، لازم يكون معاه 3 تاني، واحد تاني في نفس الكفاءه واثنين بره في نفس القوه. يعني الزمالك دي مشكله كبيره عنده، وحراسه المرمى عايز حد تاني مع الحراس الاثنين مستواهم متذبذب. عواد وصبحي مستواهم متذبذب، عايز حارس. يعني ناس كتير كانت بتطلب يجي محمد بسام، يكون حارس يعني عنده خبرات وحارس قوي وممكن يعمل منافسه، وممكن هم مستواهم يعلو. يعني مشكله الزمالك كده. جوميز تجاهل حراسه المرمى، تجاهل اهم مركز الدفاع، وفي نفس الوقت مش طالب غير مهاجم واحد. فما تعرفش جوميز مثلا يعني بيكبر مخه، مش عايز يضغط على الاداره، عايز يمشي الدنيا. لا، انت اللي هتتحاسب، انت تتحاسب في الاخر، وانت للاسف هتتحاسب، بس هيكون الزمالك هو اللي بيدفع الثمن مش انت. يعني جوزيه جوميز لازم يفوق ويعرف احتياجاته، هو عارف احتياجاته طبعا. الزمالك عايز اكتر من 7 أو 8 لعيبه، مش يقول انا عايز 2 لعيبه بس، لا طبعا هذا عدد غير كافي بالمره. فجوميز طلباته غريبه وكده بيضيع الزمالك. الزمالك كده هيعاني الموسم القادم لو جت صفقات بالعدد اللي طلبه جوميز ده، اللي هو 2 لعيبه او 3 لعيبه، ده طبعا لا ما يسدش اي حاجه، هتبقى مشكله كبيره مع الزمالك. هيعاني زي ما عانى الموسم ده والموسم اللي فات. النادي عايز لعيبه، ونادي عايز استقرار، وعايز ميزانيه ضخمه. فالزمالك له الله، الزمالك نادي له الله. طيب بعد كده ابتعاد كاريلو اللاعب البيروفي. اللاعب ده قرينا اخبار كتير عنه، نقرا اخبار عن لعيبه كتير ومحدش بيجي، لعيبه كتير تقرا اخبار ان الزمالك بيفوضها ومفيش حد بيجي ولا بتتم الصفقه. عامه اللاعب ده كبير والزمالك صرف نظر وما تمتش المفاوضات، كانت مجرد بس حديث شفهي مع الوكيل بتاعه، لكن اللاعب سنه كبير والزمالك تم صرف النظر عن التعاقد مع كاريلو اللاعب البيروفي لكبر سنه. ده بالنسبه دي كل دي اخبار الزمالك. الاهلي يعود للصوره، اللاعب الفلسطيني المحترف في السويد يوسف ساليتش احد اللعيبه المهاجمين راس حربه، يقيد لما يروح الاهلي يقيد كمصري، مش هيأثر اقامه افريقيه على الافارقه. يوسف ساليتش بدا الاهلي يفاوض يعود للصوره، وهو بيلعب طبعا في السويد، من المهاجمين المميزين، هو اصله فلسطيني زي ما قلنا لحضراتكم. في مفاوضات تاني مع مصطفى زيكو ومحمد اسماعيل. مصطفى زيكو لاعب لاعب بيلعب في مركز الهجومي، احيانا راس حربه وممكن جناح، لعيب مميز بيأدي كرة ممتازة. فالاهلي دخل في الصفقة، والزمالك انا اعتقد فرصة الاهلي اكبر، ان الاهلي عنده سيولة مادية. وفي محمد اسماعيل الاهلي كمان هيدخل في الصفقة دي، بس مأجلها لغاية ما يخلص صفقات المهاجمين، ان ده لاعب محلي ممكن يخليه في الاخر على اساس يستعين بيه لو ما جابش حد افريقي. طبعا ده بالنسبة للاسماعيلي. تريزيجيه لا زال مطروحا، هو راح رياض القطري ماشي، لكن تريزيجيه في اتفاق بينه، ده خبر الاهلاويه يعني، في اتفاق بين تريزيجيه واداره الاهلي ان هو بقى يروح سنه رياض القطري، بعد السنه يعود ويرجع يشارك مع الاهلي في كاس العالم الانديه في الولايات المتحده الامريكيه. فتريزيجيه فرصه عودته للاهلي للمشاركه في كاس العالم للانديه
فرصه كبيره بعد اخبار بتقول ان هو اتفق مع اداره الاهلي ان يعود للاهلي بعد انتهاء اعارته لمده سنه الى الريان القطري. ده بالنسبه تريزيجيه طبعا مكسب لاي فريق، لعيب هايل طبعا. الاستاذ خالد مرتجي مرشح تصعيده ليكون نائب بدلا من الراحل نتمنى له الرحمه طبعا الاستاذ العمري فاروق، هيكون مكانه الاستاذ خالد مرتجي، يتم تصعيده واحتمال يحل محل الاستاذ خالد المرتجي كامين صندوق الاستاذ ابراهيم الكفراوي احد الناس كانوا في الانتخابات السابقه. لاعب شاب في الاهلي وامكانياته كويسه اسمه محمد عبد الله، تم قيده في القائمه الافريقيه للنادي الاهلي، وخرج من القائمه الافريقيه كريم فؤاد وعلي معلول زي ما انتم عارفين عشان الاصابه المزمنه. سبب فشل صفقه بن رمضان، السبب التقسيط، طريقه الدفع والمبلغ المالي الكبير، فالاهلي خلاص كده بيبحث عن بديل، والنادي واحتمال الاهلي يعني نسبه 5% احتمال يعني الصفقه تتم على اخر لحظه، لكن هي بتبتعد بشكل كبير. عامه هو المشكله في التقسيط ان النادي عارض المبلغ القسط الاول يكون كبير، والمبلغ المالي اللي عرضه النادي المجري مبلغ كبير، والاهلي حاول ينزله والنادي ده رفض ان ينزل المبلغ ده، سبب تعطل الصفقه. مش هنقدر نقول فشل الا لما ينتهي فتره القيد، فهي معطله بشكل مؤقت، ان ممكن فجاه تلاقي الاهلي جاب اللاعب محمد علي بن رمضان. دي كانت كل اخبارنا، وكان معكم امجد كرويات كروي، تحياتي للجميع والى اللقاء. لايك سبسكرايب للفيديو، لايك سبسكرايب، تحياتي ليكم، تحياتي لكل الناس والى اللقاء، باي باي، مع السلامه.